السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اشتركوا في القناة وضعوا إعجابا لوصول الأخبار أولا بأول. نبدأ الآن على بركة الله. في ليلة لا تنسى، ليلة خط فيها أسود الأطلس صفحة جديدة من المجد، اهتزت مدرجات الملعب بالدموع قبل الهتاف. دموع أبطال، دموع رجال حملوا راية المغرب فوق أكتافهم بكل شرف وقوة. فور صافرة النهاية، ظهر أشرف حكيمي وبراهيم دياز يبكيان بحرارة. ليست دموع ضعف، بل دموع انتصار وتضحية ومسؤولية. دموع تعب شهور طويلة، دموع حب للوطن ولجمهور وقف خلفهم في كل لحظة. مشهد جمع بين القوة والإنسانية، هز قلوب الملايين وأعاد للجميع معنى الانتماء. وفي الجهة الأخرى، كان وليد الركراكي والطاقم الفني يحتفلون بفرحة لا توصف. فرحة رجال آمنوا بهذا الجيل، واشتغلوا في صمت، وها هم يحصدون ثمار العمل والعزيمة. ابتسامات ممزوجة بالفخر، تصافح الدموع بالفرح. وكأن القدر أراد أن يقول: من جد وجد، ومن أحب وطنه رفعه. أما الجماهير المغربية، فلم تكن مجرد جمهور. كانت روح الفريق. كانوا القلب النابض الذي لم يتوقف عن التشجيع والدعاء. فرحتهم عامة الملعب والشوارع، رايات ترفع، أناشيد تردد، وقلوب تهتف باسم المغرب. لحظة جعلت كل مغربي في أي مكان في العالم يشعر أن الوطن أكبر من المسافات، وأن الانتصار يخص كل واحد منهم. إنه انتصار تاريخي، ليس فقط على نيجيريا، بل على كل الظروف، على الضغط، على الشك. انتصار صنعته الدموع، وصنعته الإرادة، وصنعته قلوب أحبت المغرب بلا حساب. هذه هي دموع الأبطال، وهذه هي فرحة وطن كامل.